بالسوق؟ بالسوق. بالسوق، اوكي. قل لي شو القصة، قل لي، فضفض. القصة ما فيها إني ماشي طريق الحرام. كم عمرك يا أخوي أحمد؟ عمري 28 سنة. طيب أنت إذا ما تقدر تجاوب بأي حاجة بسألك أسئلة، إذا ما تقدر مثلا توضح الأسئلة هذه حاول تأتي بأشياء مستعارة. يعني مثلا قلت لك وش تشتغل، إذا كنت عسكري قول مثلا أشتغل مثلا أنا موظف حكومة. اتفقنا؟ لا لا طيب. لا. آه ممتاز. أنت موظف لا أول أنا شيء. صناعي يا شيخ. ممتاز، صنايعي. ليه ما تزوجت؟ ظروف. مادية؟ ظروف مادية. صحيح. ما قدرت تتزوج الآن؟ طيب صح. والله العظيم، والله الله يعين الشباب. اقسم بالله لساني تلعثم. الله يعين الشباب، اقسم بالله. الله يكون في عونك. 28 سنة مو عارف تتزوج للحين. انت عايش في الكرك؟ أنا عايش بعمان. بعمان؟ بعمان صحيح. ما شاء الله. هاي المشكلة، يعني والله ما نعرف. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بغلاء المهور، وبشر عليه أيضا الصلاة والسلام. بانخفاض المهور وأنها لن تعلو بعد ذلك. لكن للأسف طلبات الحياة تكثر أمانة. أنا براعيك، ترى أدري، أشعر بك، طلبات الحياة لا أصبحت لا يا شيخ، كثيرة. أنا ما بدي أقول لك عن الجيزة وهذا. امم أنا بدي أقول لك بس إنه الواحد بيعمل غلط وثاني يوم بصحى ندمان عليه. طيب ممتاز. نفس اللوامة شيء طيب، هذا شيء طيب، ترى أنت ليه زعلان طب منه؟ وأنا بردد الغلط قاعد. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل، قوم قالوا يا رسول الله إنا نذنب. قال يكتب عليكم. قال ثم نستغفر. مم. قال يغفر لكم. قالوا يا رسول الله ثم نذنب. قال يكتب عليكم. قالوا ثم نستغفر. قال يغفر لكم. قالوا يا رسول الله ثم نذنب. قال يكتب عليكم. قال ثم يغفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا. الله ما يمل من توبتكم، علمت؟ الله ما يمل. فمجرد ما زال في قلبك النفس اللوامة هذا شيء طيب. ترى في ناس تعمل الذنب ولا كأنها عملت ذنب. في ناس أخي أحمد تعمل ذنب ولا كأنها عملت وبتنام ضمير مرتاح. آه. متى ما وصل الإنسان لهذا المكان اعلم أن الله لا يبالي به. هذه قاعدة، إذا الإنسان عمل الذنب واستيقظ وضميره كأنه لم يعمل وعادي والحياة طيبة ونسيه ولا كأنه عمل حاجة، اعلم أن الله لم يكترث به. خلاص وصلوا لمرحلة أن لا يجعله يعلم الذنب والحق من الباطل. فمجرد أنت ما زلت عندك النفس اللوامة فهذا شيء طيب، ترى بالعكس لازم تفرح. وابقى توب، كل ما تغلط توب عادي، وين المشكلة؟ علمت أخي؟ فهمت يا شيخ. الله يطول لي في عمرك ويسعدك يا رب ويجوزك. طيب الحين لولو من السعودية، بعدين هذا، ثم ريهام من مصر، السلام عليكم. ثم وعليك السلام. وأخيرا يا شيخ، يا وأخيرا لي مرحبا. ساعتين والله والحمد ناس، لله، وأخيرا وصل دوري. الحمد لله. تشوفي بعد الله ساعتين وصل يسعدك يا دورك. شيخ، آمين. ويسعد صباحك ويسعد صباح الموجودين كلهم. كيف مشغلة أنت؟ آه كيف مشغلة تيك توك في السعودية؟ ليه ما في السعودية تيك توك شغال؟ لا مو شغال والله. ليه شغال؟ والله شغال. والله أصلا ما خلص. انقطع في السعودية، انقطع في الأردن أتوقع تقريبا، أو أنا في والله عارف مدري إنه وين. ممنوع في السعودية، يعني ما يشتغل إلا في بي لا إن. لا 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 ما منعوا خلص ممتاز، أبدا. الحمد لله. يلا عندي يسعد كم سؤال يا صباحك، شيخ. أول شيء يسعد صباحك. وصباحك وصباح آمين. الموجودين كلهم، وأحلى تحية لكل الموجودين من الأراضي السعودية. يا مرحبا.
عندي كم سؤال يا شيخ. أنت من أي مدينة أول شيء؟ لا أنا دقيقة، ده أنت مستعجلة. أنت من أي مدينة في السعودية؟ أنا من جيزان. جيزة. أوه يا مرحبا، أهلا من وسهلا. الجنوب، من من الجنوب، الجنوب. إيه أرض إيه. الجنوب، أرض الفل والكادي. يا مرحبا، أرض الجمال هذه، جنة السعودية جيزان. اي والله، اي إيه. والله، يا رب ان شاء الله كذا حياك الله عندنا يا يا شيخ، رب، والله نشيلك على بود راسنا بعيدة وبعيوننا. جيزان، المشكلة بعيدة. بس انها تستاهل العناء، تستاهل، واليوم هي تستاهل اجواءنا التعني مرة هي. حلوة، مرة الجبال حلوة والغيوم والامطار عندنا ما شاء الله لعل يا تبارك رب الرحمن. يا رب إن شاء الله. يا أنا والله ما أدري وين أسير، بس إن شاء الله أنا ناوي أسافر اليوم أمانة. اليوم يعني أنا مشكلة عندي شنطة جاهزة للسفر، متشرد. والله حياك الله، نشيلك في عيوننا، تنور السعودية كلها يا طول شيخ. في أنا عمرك. متابعك أصلا لي أكثر من 10 سنوات والله العظيم، أيام ما كنت تفسر الأحلام في بداية ما طلعت على التلفزيون إيه. تفسر الأحلام، وأنا والله من العظيم أشد المعجبين فيك. وانا افسر الاحلام اقسم بالله، حتى وانا افسر احلام كان بعض رجال الدين يعاديني، يقول لي لا تفسر الاحلام، لا يجوز، والله العظيم. ما عليك من حد، أهم الحين شيء لك اتذكر. شعبك ولك ناسك ولك حبايبك اللي إيه. يحبوك، فما أي حد يتكلم عليك يا شيخ. بالضبط، إيه، احسنتي. كفاية احنا نحبك، وكفاية احنا معاك واحنا في ظهرك بإذن الله، يطول في عمرك. وكفاية احنا نستفيد منك ونستفيد من علمك. ربي يحفظك ويطول آمين. بعمرك يا رب. يسعد قلبك. شوف، أنا صار عمري 49 سنة للآن، أنا تقريبا للآن صرت أتعمق في الدين زيادة عن اللزوم. ففي أشياء سمعتها، أنا متابعة كثير على اليوتيوب، وأسمع قصص الأنبياء، وأسمع الغزوات اللي كانت على الأنبياء، وكيف كان الرسول يغزي غزواته. فأتعمقت شوي في الدين زيادة عن اللزوم. ففي أشياء أبغى أستفسرها منك يا شيخ. هي. أيام الرسول لما غزا غزوة وأخذ الحريم سبايا، هل هذا صحيح؟ طب إحنا مو معروف عندنا إنه حرام إن السبايا والزنا والأشياء هذه، هل هو صحيح إنه كان يأخذ النساء سبايا؟ تفتحين موضوع الحين لن يغلق أبدا حتى الفجر. أنا أبغى أعرف لأني أنا أقول لا، مستحيل، هذا مستحيل يكون كان على أيام الرسول. أكيد في تحريف بعد الرسول، صار في تحريف في الدين. طيب، فهل هذا صحيح ولا لا؟ كان هناك، نعم كان هناك سبايا تؤخذ بالحروب، لكن السبايا يا سيدتي كانت تؤخذ من ساحة المعركة. ما جرى بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حصل، أصبحوا يعني يأخذون السبايا حتى من منازلهم. نعم. لأني أنا سمعت في معركة من المعارك صلى الله عليه وسلم أخذ كتير نساء، أخذهم سبايا. فاستغربت أنا الموضوع هذا، فقلت لا، من يمكن في الغزوات. تحريف أو شيء. لا في من الغزوات. هم ما كانوا مسلمات، ما كانوا مسلمات ما كانوا مسلمات، السبايا. لكن من ساحة المعركة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من الكفار، كانوا من القريش. كانوا النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي في ساحة المعركة يؤخذ أسيرا، رهائن النساء يعني. علمتي؟ فكان يؤخذ، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بولغ في الأمر كثيرا. ولا تفتحي باب التاريخ، لأن عندنا التاريخ يكتبه المنتصر. خذي قاعدة أن التاريخ كاذب. صح، في أشياء محرفة يكتبه المنتصر. التاريخ يكتبه طرفان. اسمعي، أنا ما أحب أخوض في هذا الكلام، لكن سأتكلم لأني أنا في منصتي. التاريخ يكتبه طرفان، الطرف الأول قوي، صحة البخاري، وهذا الشيء ما أخذنا سبايا وإحنا في كتابه.